اوقات كتير بنلاقي دماغنا بتقول لنا هو انا ايه اللي وصلني لكده. يعني انا كنت كويس، كنت ماشي عادي، كنت شاب متدين او كنت بنت متدينة. انا كنت بعمل، انا كنت مجتهد، انا كنت كذا، انا كنت كذا. انا ايه اللي وصلني للدرجة اللي انا بقيت عليها دي؟ ده سؤال بيجي في دماغنا كلنا بلا استثناء دلوقتي. السلام عليكم. فيديو جديد وحلقة جديدة ان شاء الله من هنسميه كده قعدة. كنت هسميه قعدة عرب، لكن دلوقتي هنسميه قعدة شباب. بلاش قعدة عرب دي عشان مش بتاعت. ماشي. ف هنسميه قعدة شباب. كل جمعة ان شاء الله هنتكلم عن موضوع بسرعة في 5 دقايق 7 دقايق او كده. طيب، بسم الله. أه السؤال ده بيجي في بالنا كلنا. هو انا ايه اللي وصلني ان انا ابقى كده؟ انا كنت كويس، ايه اللي وصلني ان انا ابقى درجة السوء اللي انا وصلت لها دي؟ والإجابة عن دي هي مش إجابة اللي هو مش سؤال ورد وطاه. الموضوع أكبر من كده كتير، أكبر من إنه يكون سؤال وإجابة. الموضوع ببساطة إن هي بتكون درجات كده إحنا بنحطيها، كل درجة بتتراكم على اللي بعدها، بتتراكم على اللي بعدها، فينتج عننا في الآخر إما الشخص يبقى إن أنا التحسن بيزيد أو السوء بيزيد. واحنا طبعا ان احنا كشباب وبنات شايفين دلوقتي ان احنا كل حوالينا فتن كتيرة جدا، لم يسلم منها احد ولن يسلم منها احد للاسف. يعني الفكرة مش ان انت ما تقعش، ده الفكرة ان انت لما تقع تحاول تقوم. موضوع النهاردة عن سامح. سامح. حاول تسامح، بس مش هقولك سامح الناس. اول حد محتاج ان انت تسامحه هو نفسك. نفسك. احنا بنيجي على نفسنا جدا، بنجلد نفسنا جدا، واحنا ما نستحقش كل ده. يعني احنا ما نستحقش جلد الذات اللي احنا بنوصله ده. الموضوع ابسط من كده، مش محتاجين نعمل في نفسنا كده اصلا. يعني هو اصلا هتسامح نفسك ليه؟ يعني تسامح نفسك ليه؟ عشان انت ترتاح. يعني ايه تسامح نفسك؟ مش يعني ان انت هتقول لنفسك انا مش غلطان، لا. سامح نفسك يعني انت هتقول انا فعلا عملت الغلط ده، لكن انا ساعتها مثلا ما كنتش واخد بالي، ساعتها مثلا كنت واخد بالي لكن عملت الغلط لاني بشر، لكن عارف ان ده غلط وان شاء الله مش هكرره تاني. لكن انا خلاص هسامح نفسي وهستغفر وربنا باذن الله يتوب عليا لو كان ده ذنب وبس. خلاص يعني هنقعد نجلد نفسنا لحد امتى؟ تاني حاجه ان انت تسامح الناس التانية، مش عشانهم خالص، مش عشانهم خالص، عشانك انت. لان انت دايما على فكره دماغنا مبرمجه سبحان الله، لما بيحصل معانا حاجه سيئه هتلاقي كل حاجه سيئه حصلت لك في حياتك بتيجي في الوقت ده. حرفيا كل حاجة حصلت وحشة في حياتك هتلاقيها كلها بتيجي تتكلم عليك، كأن الواحد يعني أهم واحد مش بيهم، فأهمهم كلها تيجي تتلم عليه دلوقتي. فأنت هتسامحهم مش عشانهم، لكن عشانك انت. هتقولي ليه عشاني؟ يا هسامحهم ازاي عشاني؟ لأنه ببساطة لما احنا بيجي موقف مثلا حصل معانا من زمان والشخص التاني اتصرف معانا بطريقة ضايقتنا أو هي بتضايقنا لحد دلوقتي، ليه بقى ببساطة ان انا اسامحهم عشان كل ما بنفتكر الموقف ده احنا بنرجع نقلب نفسنا احنا اكتر. يعني بنقعد نقول انا كنت اتصرفت كذا، انا كنت عملت كذا، انا المفروض ما كنتش تصرفي يبقى كذا، انا المفروض كنت قلت كذا. هتلاقي نفسك في دايرة جلد ذات ودايرة يا ريتني كبيرة. دايرة من يا ريتني دي كبيرة جدا. فعشان كده لا، سامح. لو مش عارف تسامح خلاص احنا مش ربنا. لان في ناس كتير بيقعدوا يغلطوا معانا في الاخر يقولوا لنا آه، ده ربنا بيسامح. معذرة انا مش ربنا. ربنا عز وجل له الكمال وحده، ربنا غفور، ربنا رحيم. لكن انا هسامح، لو هسامح فهسامح عشان نفسي، لكن احيانا مش هنقدر نسامح. فاهم سماح، اهم شخص ان انت تسامح دلوقتي هو انتي بس. تاني حاجة بقى تخليك تسامح نفسك عشانها اصلا، ان انت الشخص ده اللي هو انت اللي غلط، برضو الشخص ده عمل حاجات كويسة كتير، برضو الشخص ده استحمل كتير، برضو الشخص ده عدى عليه مواقف كتير جدا كانت صعبة لكن صبر.
لكن استحمل حاجات صعبة، لكن عدى بمواقف وبسنين كتير صعبة وصبر ساعتها واتحمل وكان قد المسؤولية. فعشان كده ما تخليش الماضي السيء يقعد يجلد فيك ويجلد فيك ويجلد فيك. دايما بنقول استند على ماض يسرك وليس ماض يضرك. يعني الماضي الكويس اللي انت فيه، المواقف اللي انت ربنا كرمك فيها وتصرفت فيها صح، المواقف اللي صبرت فيها واتحملت فيها، لازم تقول لنفسك الحمد لله انا صبرت فيها واتحملت فيها، وانا نفس الشخص. انت نفس الشخص اللي كنت كويس زمان، نفس الشخص اللي كان بيسمع زمان لمشايخ، نفس الشخص اللي كان بيروح يصلي الصلاة في جماعة، نفس الشخص اللي كان بيغض بصره. انت نفس البنت اللي كانت بتغض بصرها، اللي كانت بتلبس واسع، اللي كانت بتستمع لعلماء ومشايخ. انتنا نفس الشخص، نفس الشخص اللي كنا زمان، هو ده دلوقتي. فعشان كده جيت النهارده اقول لكم سامحوا نفسكم. انت نفس الشخص اللي كنت بتعمل زمان. اول حاجه دلوقتي بالنسبه لسؤال بقى ايه اللي وصلني لكده، لازم تسالوا نفسك كويس جدا، لان ايه اللي وصلني لكده بتبقى حاجات مختلفه مني ليك ليها. كل واحد بيبقى فيه اسباب وصلته لكده، وصلته للمشاكل اللي هو فيها دلوقتي. فاحنا دلوقتي لازم نعرف جذور المشكله اللي احنا فيها دلوقتي. اول حاجه ان احنا نعترف ان احنا عندنا مشكله، نعترف. تاني حاجه لازم نشوف جذر المشكله دي ايه اصلا، ايه اللي وصلنا لكده. احيانا على فكره انا يعني بعض المشاكل كده كنت برجع بلاقي ان اصلا جذرها من الطفوله، يعني جذرها مش دلوقتي، جذرها من الطفوله. فلازم نرجع نقعد مع نفسنا قاعده بجد كده، نشوف هي المشكله دي اصلا ايه سببها. المشكله دي ايه هل ليها سبب دلوقتي، ليها سبب بعدين. احيانا بيكون زي ما قلت لكم المشكله بتكون جذرها من الطفوله. فلازم نشوف الاسباب. هل الاسباب مثلا ان انا كنت بجلد نفسي بسبب مثلا ان انا عايز كل حاجه تبقى مثاليه؟ ايه السبب وعالجه. طبعا موضوع حوار سامح نفسك ده مش هيجي بين يوم وليله، وما تنتظرش اصلا ان يجي بين يوم وليله. الموضوع هياخد وقت. ومش سامح نفسك مش مجرد لفظ هيتقال، سامح نفسك ان انت تعمل حاجات بسيطه عشان نفسك، عشان نفسك، مش عشان ألمك، مش عشان مشكلتك، مش عشان، لا احنا بنعمل ليه؟ عشان نفسك. تمام. لازم نكون في العقليه دي. يعني احيانا كنت بقول مثلا هعمل كذا عشان الالم يقل، اعمل كذا عشان اتعافى بسرعه، هتعمل ليه؟ عشانك، مش عشان الالم. تمام كده. مش عارفه اقول ايه. يبقى قلنا سامح نفسك. 3 رسائل بتوع النهارده. حاول تسامح نفسك. السماح ان انت تعمل حاجات بسيطه عشان نفسك، وان انت تقول لنفسك انا بشر. احنا دايما بنقول جمله مهمه جدا، احنا مش ملايكه عشان ما نغلطش، ومش آلات عشان ما نتعبش. احنا بشر، بنغلط، بنتعب، بنحاول، بنقع، بنقوم. بس اشكر نفسك. انت نفس الشخص اللي عمل المواقف الكويسه، انت نفس الشخص اللي تقدر تعمل تاني. تالت حاجه سامح. لو تقدر تسامح الناس التانية عشان نفسك برضه، مش عشانهم. وافتكر واعرف ايه اللي وصلك لكده وحاول تصلحه. ان شاء الله ما تكونش اخر حلقه في قعده شباب. افتكر دايما ابتسم ثم ابتسم وابتسم، ففي الابتسامه مفتاح لكل مغلق، تيسير لكل عسير، وزوال لكل هم. ويكفي ان نبتسم لان ربي وربك هو الله. انار الله دربكم وشرح صدركم ويسر امركم. دمتم بخير.